7 نجوم في كأس العالم للأندية ينتظر منهم التألق. 7 نجوم في البطولة الجديدة بشكلها الجديد. 32 فريق من كل أنحاء العالم يشاركون في بطولة جديدة كأس العالم للأندية 2025. 7 نجوم كان ليهم البصمة الواضحة مع فرقهم اللي خلتهم وصلوا للمراحل دي من البطولة العالمية. ينتظر منهم جماهيريا وشعبيا، وكمان بيتم متابعتهم من بعض الأندية للانتقال إليهم من بعد كأس العالم للأندية. 7 نجوم ينتظر منهم زي ما عملوا بصمة قبل كده ووصلوا فرقتهم لهذا المستوى العالمي، ينتظر منهم بصمة جديدة وتألق جديد للوصول بفرقهم لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، والتألق وصناعة مجد شخصي لأنفسهم، وكذلك صناعة مجد جماعي مع فريقه بالوصول لأبعد نقطة، سواء الصعود أو الظهور بشكل ملفت للنظر ليه ولفريقه، أو الوصول لأبعد نقطة ممكنة، كل فريق على حسب ظروفه وإمكانياته. من بين هؤلاء اللاعبين رقم 1 إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، أفضل لاعب بالدوري، هداف الدوري ب 13 هدف، وهو لاعب وسط وليس مهاجم. لاعب تألق مع النادي الأهلي، وده أصبح يحط عليه عبء ولود إن هو لازم يواصل التألق، والجماهير بتعلق عليه أمال، وبعض المحللين تعلق عليه الآمال في الوصول بالنادي الأهلي لأبعد نقطة ممكنة نظرا لتألق اللاعب في جميع مراكز الهجوم ما عدا المهاجم الصريح، بالإضافة لجميع مراكز خط الوسط. لاعب جوكر فرق كتير مع النادي الأهلي. ويذكر سابقا أن إمام عاشور قد تألق مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا، وكان محل إشادة كبيرة جدا من المحللين العالميين وبعض الجماهير الأوروبية التي أشادت به إشادات إيجابية جدا، وأن اللاعب ده إزاي ما يوصلش أوروبا ويتألق فيها. أما اللاعب الثاني هو عمر مرموش، نجم السيتي الإنجليزي، وهو اللاعب المصري الوحيد اللي في البطولة بس مش مع النادي الأهلي، لاعب من خارج النادي الأهلي. وبالتالي عمر مرموش انضم إلى السيتي في صفقة انتقال كبيرة جدا ضخمة جدا بلغت 75 مليون يورو كأغلى لاعب عربي، وهو جزء من مشروع جوارديولا وينتظر منه الكثير. الراجل ده انضم لمشروع جوارديولا الذي كان بيترنح بعض الشيء، فتعاقد معاه لإنقاذ الموسم وهو تألق معاه في خلال 6 شهور الماضية، لكن ينتظر منه الأكثر من كده بحيث انه يثبت للجميع انه صفقة ناجحة وينقذ موسم مخيب للآمال بالنسبة لمانشستر سيتي ويلحق أي بطولة في نهاية الموسم. ثالث لاعب معانا في القائمة هو كيليان امبابي، الرهان على الذهب في البطولة، رهان ريال مدريد على تحقيق البطولة وإنقاذ موسم مش موجود في ريال مدريد خالص، بيحاول يلحق آخر بطولة ممكن ينقذ بها الموسم، فبالتالي بيراهن على لاعب معاه فريق كبير لكن بيراهن على لاعب هو بطل ولاعب حقق هداف الليجا هذه السنة، وفي نفس الوقت كيليان امبابي مع منتخب فرنسا حقق ثالث دوري الأمم الأوروبية، وفي نفس الوقت كمان حصل على أو وصل إلى 50 هدف مع منتخب فرنسا ك50 هدف دولي، فبيراهن على لاعب ذهبي، لاعب يوصل معاه لأبعد نقطة وياخد البطولة. أما اللاعب الرابع معانا هو سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، اللاعب المغربي، وما أدراك ما لاعب مغربي في كأس العالم للأندية أو أي كأس عالم عموما، فبالتالي يعلق عليه الأمال كلاعب قوي جدا مع العين الإماراتي، والذي قاده إلى تحقيق بطولة كأس آسيا أو دوري أبطال آسيا، والتي أهلته إلى كأس العالم للأندية في 2025. هداف البطولة الآسيوية ب 13 هدف، هداف الدوري الإماراتي، كمان مع منتخب المغرب هداف أولمبياد باريس في 2024 مع منتخب المغرب. ده بيحط عليه لود ان هو متوقع منه التألق القوي جدا والكبير جدا واللافت للنظر مع العين الاماراتي. اما اللاعب الخامس معانا هو الاسطوره ليونيل ميسي الذهب، هو لاعب ذهب، ختام مسيرته ببطوله زي دي هي افضل شيء ممكن يحصل لليونيل ميسي، والجمع بين بطولتي كاس العالم للانديه مع كاس العالم للمنتخبات هو حلم يحلم به ليونيل ميسي او اي لاعب في الدنيا.
يعلق عليه آمال كبيرة جدا جدا من فريق انتر ميامي اللي مش مرشح للبطولة، ولكن مع ليونيل ميسي المعطيات تتغير. اللاعب السادس معانا هو فرانكو ماستانتونو، الظاهرة الأرجنتينية الجديدة، الموهبة الأرجنتينية القادمة، نجم ريفر بليد بعمر 17 سنة. هو جناح ريفر بليد الارجنتيني، بيشارك في البطوله، اصبح كمان على رادار ريال مدريد وينتقل اليه بعد البطوله بما يعادل تقريبا او حوالي 45 مليون يورو، تزيد او تنقص لسه هنشوف الصفقه هتخلص ازاي. فبالتالي لعيب مستقبل للكره الارجنتينيه، منتظر منه الكثير جدا، سجل وساهم في 11 هدف في خلال 19 مباراه مع ناديه، وكمان تألق مع منتخب الأرجنتين في مواجهتي كولومبيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم للأندية. فتألق جدا ومنتظر منه الكثير في هذه البطولة مع فريقه ثم منتخبه بعد ذلك ثم الانتقال لريال مدريد. هنشوف. اللاعب الأخير معانا هو نونو مينديز، الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان، لعيب قوي جدا جدا، ورقه رابحه ومؤثره جدا مع فريق باريس، وكان له دور كبير جدا في تتويج باريس باول دوري ابطال اوروبا في تاريخه، واللي كان له الدور ان هو يكون موجود معانا في بطوله كاس العالم للانديه في هذه النسخه. اللاعب اللي اثر بشكل كبير جدا جدا وساهم في وصول فريقه للبطوله الاولى، كان بيلعب عليه افضل اجنحه في العالم، ناحيته محمد صلاح من ليفربول، لامين يامال من برشلونه، واوقف كل خطوراتهم، وكان له الاثر الكبير في التتويج بالبطوله. في النهايه تتوجه الانظار لكل هؤلاء اللاعبين وغيرهم، لكن متوقع من دول الافضل ان هم يكونوا مؤثرين مع فرقهم والوصول لابعد نقطه في البطوله مع فرقهم، والحصول على البطوله او للوصول لابعد نقاط او التمثيل المشرف، كل واحد على قدر ناديه وكل واحد على قدر طموحاته. ننتظر بعد البطوله نشوف الامال المتعلقه باللعيبه دي هتوصل لحد فين، وانت كمان قول لي رايك الناس دي ممكن توصل معانا لاي نقطه من التالق لشخصها ولفريقها.